كبدة الدجاج ما بتنعمل إلا بهاي الطريقة. صدقا هاي أفضل طريقة ممكن تعملوا فيها كبدة الدجاج، والأهم من هذا كله إنه أبدا ما فيها زفارة، وأكيد مع إضافة وحدة بضيفها بتخلي طعمتها كتير أطيب وبتشهي القلب. حتى لو كنتوا ما بتحبوا الكبدة بضمن لكم بعد هاي الوصفة رح تصيروا تحبوها مثلي. تابعوا معي الفيديو، وقبل ما نبلش ما تنسوني من دعمكم بلايك للفيديو ومتابعة على الصفحة ليوصلكم كل جديد أنا بقدمه. وأكيد كتير بحب أشوف تعليقاتكم الحلوة يلي دائما بترفع من معنوياتي. خلونا نصلي على النبي ونبدأ. رح أحتاج هون لنص كيلو من كبدة الدجاج الطازة، ويفضل تستخدموا الكبدة الطازة، طعمها كتير أطيب. شوفوا ما شاء الله كيف لونها فاتح وبيفتح النفس. كل ما كان عندكم لون الكبدة فاتح كل ما كانت فريش أكتر. رح أبدأ بتقطيع الكبدة، وبالنسبة لتقطيعها يفضل إنكم تقطعوها قطع وحجمها متوسط أو كبير، ما تقطعوها لقطع صغيرة. أول شي لتحسوا بطعمتها، وتاني شي لحتى ما تتفتفت معاكم وانتو بتقلبوها. وهلا اكيد وانا عم بقطع الكبده رح انظفها، رح اشيل العروق والدهون، وكمان رح افتح القلوبات وبنظفهم كتير منيح بهذا الشكل، وبخلص الكميه كامله. وبعد ما اخلص الكميه مباشره رح انقلهم على صحن كبير. هلا بصراحه انا بعرف كتير ناس ما بنظفوا الكبده، خبروني لو بتنظفوها قبل ما تطبخوها. انا للامانه ما بجيب الكبده الا طازه، ومع هيك ابدا ما بيزبط معي ما اغسلها. هلا رح اضيف ميه بارده على الصحن يلي نزلت فيه الكبده، ورح اضيف عليهم ربع كوب من الخل الابيض مع عصير حبه ليمونه. بقلبهم شوي وبتركهم شي 10 دقائق، وبعد هيك بصفيهم كتير منيح. وهلا بمقلى على النار رح اضيف 4 معالق من زيت الزيتون، واكيد بتقدروا تضيفوا الزيت النباتي، بس انا بحب اعمل الكبده بزيت الزيتون. ورح اضيف على زيت الزيتون بس يحمى شوي صغيره، تقريبا بصله صغيره مقطعه شرائح، مع نص قرن من الفلفل الحار. وطبعا الفلفل الحار اضافته اختياريه بس بيعطيها طعم كتير طيب. رح اقلبهم مع بعض ليدبلوا عندي شوي على نار متوسطه. بعد ما يدبلوا عندي بعلي النار وبنزل الكبده يلي نظفتها وصفيتها، وبترك الكبده شي دقيقتين لثلاثه على نار مرتفعه، اكيد مع التقليب المستمر، بس ما ببالغ بالتقليب لحتى ما تفتفت معي. وبس يبلش عندي لون الكبده يتغير بوطي على النار، وببدا باضافه البهارات. رح اقول لكم هلا عن الاضافه اللي كتير بحبها واللي جد بتفرق بطعم الكبده. رح اضيف معلقه صغيره من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود، مع نص معلقه من اكليل الجبل او الروزماري. ما بتتخيلوا قد ايه بيعطي طعمه مميزه للكبده. جربوها بهاي الطريقه، متاكده رح تعجبكم. طبعا انا كخطوه اختياريه بتقدروا تستغنوا عنها، ضفت نص معلقه من بودره مرق الدجاج. هيك تقريبا الكبده صارت مستويه معي. قبل ما اطفي عليها بدقيقتين رح اضيف سن صغير من التومه، وانا اكيد التومه هرستها هرسه ناعمه. بقلبهم شوي صغيره، وهيك تقريبا الكبده بتكون صارت جاهزه معي، ما اخذت معي وقت، وطعمتها طلعت بتشهي القلب. طبعا قدمتها بالصحن وضفت عليها رشه سماق ورشه بقدونس. متاكده لو جربتوها بهاي الطريقه رح تعتمدوها ورح تحبوها كتير. بتمنى وصفتي لليوم تكون عجبتكم. لا تنسوني من دعمكم، وصحتين وعافيه.